بتتريق على توتي وعلى رونالدو الظاهرة وعلى مورينيو والباشا عمرو دياب. الهضبة يا جدع، القصة قديمة قوي. ما تيجي اما اقول لك، بس قبل ما اقول لك نبارك الاول للنادي الاهلي، فوزوا بكاس مصر كالعادة على نادي الزمالك. ما احبش اقول غريم وانا وعديو ولدود ومنافس والكلام ده. هو كسب نادي الزمالك كالعاده وقعدته مبروك و2-0. امام عاشور ولدنا وقضيه قفشه الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه، هو كعبه عالي عليهم. اقول لك انا بقى القصه وانت بتتريق على مورينيو وتوتي ورونالدو الظاهره. القصه يا عم بدأ من زمان قوي، من ايام جدك، من ايام ابوك وبعديها ابوك وبعديها انت، من ايام جدك لما كان بيسافر للخليج وكان كل امله يجيب مروحه، وكان الشاطر الناصح اللي يجيب مروحتين ويدخل واحده في واحده ويرجع بالتانيه بلاش، وكان يبقى راجع بقى على العيله بقى شايل المروحه والجو والمش عارف ايه، ورضا جه ام رضا وجه يفرق في الفلوس والكلام دوت. وانت ودي كانت يعني ده راجع من الخليج يقول لك عاملهم ده جاب المروحه. شاء القدر والدنيا تعدي وابوك يسافر ويشتغل. وساعتها فترة الستينات والسبعينات كانت بداية أو أواخر الخمسينات بداية الستينات، المصريين ابتدوا هم اللي يرفعوا حال الخليج. يتوالى الزمن في التسعينات وكان بقى الموضوع اختلف، واللي راجع بقى جاب عربية، واللي نازل بقى ما بري بعربية أبوك بقى ولا إذا كان خالك ولا عمك ليك، وكل واحد كان ليه حد مسافر. وكان بقى انت بتستنى بقى في المطار وتقول له بقى يا ده جاي بقى من الخليج واللي ليه قريبه بقى ولا ابوه، هات لنا معاك من البيك وهات لنا معاك مش عارف ايه ودعواتك هناك وفي الاخر كلهم موظفين. لغاية الحال ما وصل ليك ان انت كموظف، انت في الاخر موظف، انت كحيان، انت معدوم. انت بتروح من 8 الصبح ل 5 6 7 بالليل طالع عينك، وفوقيك مدير وفوقيك مدير غير الكفيل. ده انت كل امالك في الحياة ان انت تغير من شركة لشركة وتسيب الكفيل وتروح لكفيل تاني عشان 2000 ريال. بتتريق على ناس هي دي شغلانتهم. يعني هو راجل مشهور بيطلع يعمل اللقطة وياخد فلوس، لبس فلنة الفريق، لبس فلنة، ما هم الفرقتين هم اللي بيلعبوا، ما ايه المشكلة ده يلبس فلنة وده يلبس فلنة، وده راجل اللي مديهم فلوس وهو عايز اللقطة دي والشو دي. هو المخرج لما بيخلي البنت تاخد لقطة خارجة ولا مش عارف ايه، ما هو المخرج وهو اللي عايز كده. فهتقول لي اصل حالهم ودول اجانب، وعمرو دياب فنان، هنيجي لعمرو دياب بس يعني قدام شويه. فانت ما تمثلش علينا بقى وتعمل فيها المبادئ وانت اصلا متغرب وكحيان عشان مش عارف 10 15 الف ريال يعني، وطالع عينك، ومدير يجيبك ومدير يوديك وكفيل يأمرك. يا راجل يعني له الكلام. دي ناس مشاهير هي بتاعت اللقطه، كل مشكلتك ان يلبسوا الفالينات. امال هيلبسوا فالينة تشيلسي يعني ولا فالينة ريال مدريد في ماتش بيتلعب اهلي وزمالك، ولا اتحاد جده مع الهلال السعودي؟ يعني ما هو مش منطقي. هو الراجل بيعمل دعايه وبيعمل شو وبيعمل كذا. انا مش اللي انا بقوله ده مش معناه ان احنا معاهم يعني، بس هي خلاص الراجل بفلوسه جايب ناس مشاهير تعمل اللقطه وهو طالب كده، والاخراج عمل كده وهم لازم كده، وشايلين الكاس. امال هيشيل لك ازازه شمبانيا؟ يا عمنا يا عمنا ما نروق كده، ما نروق. ده انت كل املك في الحياه تزيد 2000 درهم ولا 1000 ولا 2000 ريال. يعني مش كده يا عم. ده انت يوم ما هتبقى مدير في شركتك بتقول طاقة الارض طاقة القدر اتفتحت لي. يوم ما الكفيل يحبك بتزقطط، فبالك بقى من الكفيل ابو ناصر هو اللي دافع واكيد باوامر من محمد بن سلمان. فيعني نهدى شويه، نهدى شويه يا رجاله.
يعني ايه له الكلام؟ يعني انت ابوك جدك زمان كان بيجيب المروحه، وانت دلوقتي موظف كحيان يا عيني، متغرب وسايب بيتك ودنيتك، فبتتريق على ناس مشاهير. نيجي بقى لعمك عمرو دياب بقى الهضبه بقى، تريق عليه ان هو بيجري وبيقع منه البنطلون. هو عمرو دياب اصلا اللي بيتفرج عليه هيعرف طول عمره ان البنطلون هو يعني كل بناطيله واسعه وساقطه، يعني ده عمرو دياب. ثانيا مش ببرر له يعني هو المفروض عارف ان هو هيجري ولا اتفاجئ؟ دي بقى اللي انا مستغربها. يعني كان قرط على الحزام شويه. ف ف يعني انت بتريق عليه، الراجل بيجري بيجري وما بيغنيش يعني. الغنى مسجل، بس يعني هي في الاخر هو بيجري. اوصل لل60 انت بس واجري ربعه، وانت قاعد بكرشك في الخليج برضو تحت الكفيل بتضرب كبسه. فيعني آه والله يبقى في حاجات يا عمنا فوق شويه يا جماعه. يعني احنا الفيسبوك بقينا قاعدين نهري، وهي ده مش الحقيقه. الحقيقه ان في ناس متقبله. يعني ده راجل مشهور جاي واخد له ملايين، اللي انت قاعد بتنحت حياتك كلها وممكن توصل 10 سنين ما تعملش ربع نص اللي هو خده، اذا كنت دكتور ولا مهندس ولا في مكان كبير في الخليج. فيعني هي لا حقد بقى، لا انت متضايق والراجل خد له شويه ملايين. يعني انت متخيل مورينيو ولا رونالدو الظاهره ولا توتي يعني عشان يعمل اللقطه دي خد كام؟ انت متخيلها؟ عمرو دياب عشان يجري في سن ال60 ويطلب منه ان هو يجري وهو ينفذ، اللي هو اصلا صديق تركي آل الشيخ، هيكون خد كام؟ انت لو عرفت هم خدوا كام انت يجيلك شلل. وما تقوليش كله مش بالفلوس، هو راجل مشهور وشهرته جايبه فلوس، وانت راجل ممكن تكون افضل منه ذو علم. يعني اذا كنت دكتور او مهندس بتأدي الرساله والكلام دوت، او محاسب او محامي ايا كان، انت راجل اتعلمت. ولكن الشهره ليها حسابات، انت ما بتقبضش زي لعيب الكوره، ما بتقبضش زي الفنان. فنهدى شويه، يعني نهدى شويه مش كل اللي عنده كلمه نروح منزلها. ما هو الكلام مش بفلوس، لكن اللي هم عملوه بفلوس. فيا جماعه الخير، عقلوا الكلام، وعقلوا المواضيع. و... والف مبروك للنادي الاهلي. و... ويا رب يرزقكم بكفيل يزقططكم ويعدل لكم الدنيا ويغنيكم كده ويبصوا ويدلعكم فلوس. ساعتها يعني فكرك هيتغير، معرفش او مش هتقول بس يا راجل، ده انت لما تيجي تخلص ورق بتروح لامين الشرطه. يعني لو معاك واسطه ظابط ولا امين شرطه، انت بتبقى ماشي فارق جسمك كده. اوعى يا عم، استهدى بالله. ما تنسنيش في اللايك وشير. سلام.